السلام عليكم. ده الفيديو بعد 100 مشترك، ودلوقتي بقوا 104 بس يعني اليوم 100. ماشي، يا 104 من 5 سنين كان أول فيديو ليا على اليوتيوب. هو مش معايا دلوقتي يعني، بس كنت بحتفل ب4 مشتركين في أول فيديو ليا. السنين بتجري من 6 سنين كمان مش من 5. جاي بقى أتكلم، خلاص مش هينفع الواحد يفضل إيجابي كده طول الوقت. وبرضه حوار السلبية ده مش عارف يعني، بس انا بالنسبه لي ما بحبوش. انا بالنسبه لي اوريك الحلو اللي مش عارف ايه، مع ان ده غلط. يعني المفروض يبقى زي ما في وحش زي ما في حلو. وعملت كده بس يعني كاختبار بس. طبعا واللي انا كنت متوقعه حصل. الفيديو بتاع ليه الدنيا مقفله معايا ومش عارف ايه، اول كومنت جالي اللي هو: يا اسطى اشتكي همومك لربنا. يا اسطى، انا بعمل كده في صحابي اللي هم بينزلوا حالات حزين، انا الشخص ده. ف ما بتمشيش كده يا صاحبي. هو انا كنت عايز كل الموضوع ايجابي والدنيا بيس وبشجعك على الحياة، وايه ده الحياة حلوة، وايه ده اشتغل اللي بتحبه. برضه ما بتمشيش كده يا صاحبي. يعني بص، احنا في زمن انت لو لقيت شغل انزل. مش شرط بقى انت بتحبه وانت ليك عداوة معاه، مفيش خالص. يعني اهم حاجة انك تبقى لقيت شغل، وتحمد ربنا انك لقيت شغل اصلا. الجو بقى بتاع يعني مش عارف. مش عايز برضه ابقى سلبي بزيادة، يعني اللي هو من اقصى اليمين لاقصى الشمال ده مش عايز اوصل. عايز حتة في النص ونبقى بنتكلم في المعقول. انا شغل الشركات ما جاش معايا. يعني حاولت والله ورحت لهم لحد مدينة المستقبل. هو انا قابلت في مدينة المستقبل، بس يعني كانت واقفة على شوية حاجات تانية، هو اللاب بس. مش عارف اقول كده ولا لأ، بس خليني اقول: انا هتضايق لو الناس دي عملت حاجات جامدة وانا كان قدامي فرصة اشتغل معاهم وما اشتغلتش. من الاخر يعني معلش، سوري يعني. رحت كام انترفيو، صح. هو موضوع انترفيوهات ده لوحده يا جماعة. يا جماعة، انا لو شفت حد فيديو اديتور بيقول لي انا مش لاقي اشتغل، ايه يا اسطى؟ ده انا كمية الانترفيوهات اللي انا نزلتها وما اتقبلتش فيها عشان كان في حد تاني نزل مكاني. تشغل بلد، تشغل فيديو اديتورز البلد، وتعمل كمان ايه؟ لا احنا محتاجين فيديو اديتورز كمان. اجتهد شوية. انا اجتهدت شوية وركنتها على جنب بقى. قلت خلاص بقى يا زميلي، ما هي مش جاية معايا يا زميلي. يا زميلي، يا زميلي هتفضل قاعد كده مش هينفع. فانا ما كانش ينفع اقعد اكتر من كده. وقدر الله ما شاء فعل. نزلت كام والله يعني؟ نزلت كتير قوي. يعني مثلا 6 7 8 انترفيوهات فيديو اديتور بس في جميع انحاء القاهره. لدرجه ان انا كنت اروح اكتوبر، واصلا اللي كنت شغال فيها كان حدائق الاهرام من عين شمس برضه. فكنت بقول لك اروح المستقبل، وبعدها كنت اروح الدقي، وبعدها كنت اروح مش عارف. فانا اجتهدت شويه وحسيت ان لا، خلاص طالما هي مش جايه معايا دلوقتي، اهدى، اخد راحه كده، ريست بالراحه، اكبر دماغي، اشتغل اي حاجه تانية فتره لا تتجاوز ممكن نقول سنه مثلا. يعني سنه، سنه ونص. كملت بقوا سنتين عادي. اصل انت يا اسطى، انت لو 20 سنه زيي، لا لسه انت كده قدامك كتير، فاهم؟ طبعا لو تعرف انترنشيب في اي شركة تمام، بس زي ما قلت لك قبل كده في الفيديو بتاع الشركات، هتستحمل بقى ان مفيش فلوس وانت بتشتغل بالحب في اغلب الشركات، مع انهم بيطلعوا منك شغل عادي. يعني انت عشان تتقبل في الانترنشيب محتاج يبقى معاك حاجات توريها لهم ان انت بتعرف تعمل كذا، فيقولوا لك تمام انت معانا. انما غير كده انت نازل انترنشيب عشان تتعلم فعلا، لا، ما فيش الاوبشن ده. ما بيحتاجوش ناس يفهمهم البداية. اسمها ايه؟ ايوه، هي البديهيات. لما بيحتاجوا ناس ممكن تطلع شغل بس على قدها شويه، او ما عندهاش الخبره اللي تتكلم بيها مع الشركات اللي تقبض فلوس. فهمت الفكره في ايه؟ بس هو ده موضوع الانترنشيب. فانا لما كنت نزلت بقى موضوع ادور على شركه تانية ده، كنت خلاص يا زميلي انا مش عايز بقى انترنشيبس. شغل ابو بلاش ده خلاص. احنا معانا شغل نتكلم بيه، ومعانا خبرة. اي نعم 3 شهور ما تعملش حاجة اوي، بس ف فيديو كليب في حاجات ما بشوفهاش في فيديو كليبات تانية كده يعني. فانا معايا شغل اتكلم بيه، اي نعم شغل على قده، بس معايا شغل شركة
اتكلم بيه كشغل ان هو كوميرشال وانا بعرف اعمل الحاجات دي وتمام فيها. بس كنتش حابب بقى ان هو انزل ببلاش تاني، عشان زي ما بقول لك كده انا خلاص عرفت اللي فيها، فانتوا هتاخدوا مني شغل ما تقلقوش يا جماعه. ولقيت عروض حلوه على فكره، بس النصيب بقى عادي. بس فانت شغل الايجابيه ده ما ايه، لا خلاص كبر دماغك يا زميلي، يعني خلاص كفايه على كده. خلي بالك ممكن اجز موضوع اليوتيوب ده برضه، يعني وكان في مشاريع قادمة وفي حاجات بجهز لها وفي سيناريوهات لا مش سيناريو، في سكريبتات بدأت اكتبها، وكان هيبقى شغل عالي بقى، عشان من ضمن الحاجات اللي كانوا بيدوروا عليها ان انت تبقى سكريبت رايتر. كنت بجرب اعمل الكلام ده ومش فاهم يعني ايه كونتنت كريتور بجد والله يا زميلي. يعني انا بقدم فيديو اديتورز عشان انا فاهم هو كبرهم قوي، لو هيجيبوا حاجة مختلفة عن بقية البني ادمين هيبقى كاب كات، ده اللي هو ايه مختلف عن بريمير ودافينشي، فانا تمام في الحتة دي. انما كونتنت كريتور انا كده، انا عارف ان انا كونتنت كريتور، بس بعمل ايه؟ بصور، بمنتج، بجهز للفكرة، بقول الكلام ذات نفسه، فاهم، وبتصور قدام الكاميرا. فانا بالنسبه لي كل ده كونتنت كرييشن، وانا كونتنت كرييتور بعمل كونتنت كرييشن. فانتوا كشركه عايزيني اعمل ايه؟ انا اللي ابقى بصور ومنتج واعمل ولا في حدود كده المفروض اعملها، او اللي هي الحقوق والواجبات بتاعت الكونتنت كريتور دي انا معرفهاش، عشان انا بعمل كل حاجه، فاهم؟ وانا بقى مش فاهم، يعني لو انت فاهم انا مش فاهم. انا لو فعلا عايزين نعمل كل ده، ما انا لازم ابقى فاهم الشركه بتعمل ايه، هو ما فيهاش حاجه تانية، هي ابقى فاهم الشركه بتعمل ايه عشان اطلع اتكلم عليه، زي ما انا ما طلعت قلت لك كده ازاي تقدم وازاي تاخر وكده يعني. بس خلاص يا زميلي، هي الدنيا بتيجي على الجدعان، ماشي، والحمد لله. برضو واحد مش جدع هو فوق مستوى الجدعانة، فعادي بقى، كله بالحب، وان شاء الله نراجع فجأة، بس مش دلوقتي خالص خالص، يعني لسه بقول لك قدامنا سنة سنة ونص، فربنا يسهل. جت حاجة أقرب من كده تمام، ما جاتش خلاص وخلاص والله. يعني اخر شركة كلمتني عشان انا كنت نزلت الشغل هنا، قالوا لي ابعت لنا بس الاكسبكتد سالري والسي في بتاعك وهنشوف كده ونرد عليك. بعت لهم وقلت لهم الاكسبكتد سالري بتاعي 8، من 7 ل 8000، عشان ما يردوش، يا يردوا يقولوا لي تمام ماشي انت معانا فايه، هو ده ضعف المرتب اللي انا باخده. فما شافوش اصلا، ما دخلوش على السي في، هم شافوا الرساله من بره كده قالوا لي لا تمام. وشفت بقى انا الشركه كانت منزله على الموقع بتاعتها ان هم محتاجين انترنشيب فيديو اديتور مع سينيور فيديو اديتور، فانا اكيد مليون في المية مش هبقى انا السينيور، هبقى انا الانترنشيب. فالانترنشيب بيعملوهم معاملة يعني مش هقول وحشة، هي دي بتبقى بتخشها فرصة ليك انك تشتغل في الشركة دي بعد ما تخلص الانترنشيب بتاعتك، اللي هي بتبقى مثلا 3 شهور. واحنا ليه رجعنا بعد ما قدمنا؟ يعني احنا كنا خلاص بنقفل الفيديو، في ايه يا اسطى؟ خلاص يا زميلي، يلا جود باي. انا كنت جاي بس اقول لك ان الدنيا مش وردي، لسه راجع من قدام يا اسطى، كنت واقف فرود، ماشي، فبس هتدوس عليك عادي ما تقلقش، وانت خد الكتف منها وارجع تاني اقف وكمل حياتك عادي، مفيش مشكلة. يلا يا زميلي، عايز حاجة؟ يلا جود باي.